إذا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. الصين وروسيا سيعترفان بمغربية الصحراء، وصدمة كبيرة في النظام الجزائري. إذا مشاهدينا الكرام، بعد سنين من الحياد والتردد ديال عبارات تقرير المصير، دابا كاين تحول كيخلينا نطرحوا سؤال كبير: واش المغرب ربح المعركة؟ في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام غادي نتكلموا على التفاصيل الكاملة ديال هذا الخبر وديال هذا التقرير، وشكون ربح وشكون خسر، وشنو التأثير ديال هذا القرار على المنطقة كاملة. إذا نبداو على بركة الله، ولكن قبل ذلك مشاهدينا الكرام أدعوكم إلى جات على الخاطر ديالكم دعموا القناة ديالنا بالإعجاب، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، كذلك شي تعليق كيف ما كان هذا التعليق، لأن الرأي ديالكم كيهمنا بزاف. إذا مشاهدينا الكرام، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد دار تقرير مهم كيهضر فيه على التحول في موقف روسيا والصين من قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث أن الصين ولات كتدعم مبدأ الوحدة الترابية المملكة، وما بغاتش تخلي بوليساريو يكون ضيف في المنتدى ديال التعاون الصيني الافريقي FACAC، هادشي اللي كان سنة عام 2024. وروسيا اللي كانت ديما قريبة من الجزائر ولات كتسلك الحياد البناء وكتسكت في مجلس الأمن وكتربح امتيازات بحرية من المغرب. التحول ماشي دعم مباشر، ولكن كيبين تقارب واضح مع الطرح المغربي. شنو واقع وعلاش دابا مشاهدينا الكرام؟ اولا، العالم تبدل، يعني بعد حرب اوكرانيا روسيا بقات بلا شركاء مستقرين في افريقيا، والصين ولات كتشوف المغرب بوابة استراتيجية. الجزائر الآن ولات عبء حتى بالنسبة لحلفائها. الجزائر بقات في خطاب جامد، دعم جبهة فاشلة بلا مشروع، بينما المغرب كيبني وعنده استراتيجيات قوية. المصالح الآن فوق الشعارات مشاهدينا الكرام. الصين عندها استثمارات بالمليارات في المغرب، وروسيا باغية صيد بحري في المياه المغربية، يعني مصلحتهم الآن مع المملكة المغربية ماشي مع الكيان الوهمي. شنو غادي يستافدوا هما أصلا من هاد الميليشيات ديال البوليساريو؟ هذا التقرير ما جاء صدفة، جاء مع تنامي نفوذ المغرب في إفريقيا، العودة للاتحاد الإفريقي، المشاريع الطاقية، الموانئ، والعديد من المؤشرات اللي جعلت هذه الدول مثل الصين ومثل روسيا تغير القرارات ديالها والاتجاهات ديالها لصالح المملكة المغربية. أزمة الغاز كذلك والطاقة خلت حتى الدول الكبرى تعيد النظر في الحسابات ديالها. أمريكا، أوروبا ولات كتشجع الحكم الذاتي، ودابا حتى آسيا وروسيا كيبانوا بغاو يركبوا في الموجة، وهادشي كل دلائل كتدل على هادشي هذا. روسيا مشاهدينا الكرام امتنعت مرات عديدة في مجلس الأمن، وهادشي ماشي صدفة. والصين سابقا ما كانتش كتسمح للمغرب يجري معها ملفات حساسة، دابا كتشوف فيه شريك استراتيجي في الحزام والطريق. الآن الصين كتعتبر المملكة المغربية صديق لها، وهادشي شفناه في آخر زيارة اللي قام بها الرئيس الصيني للمملكة المغربية واللي التقى بولي العهد. البوليساريو ما حضروش في المنتدى ديال الصين إفريقيا اللي قلنا لكم، وهادشي كان لأول مرة، وهذا دليل مهم وكبير كيدل على التقارب الصيني المغربي. إذا مشاهدينا الكرام، الجزائر الآن ساكتة على هادشي وصمت. معناه شنو كيدل هادشي هذا؟ كيدل على واحد الارتباك
حقيقي واحد الصدمة في النظام الجزائري بعد هذا التقارب الصيني والروسي الغير المتوقع لهذا النظام الجزائري الداعم لهذه الميليشيات ديال البوليساريو. إذا مشاهدينا الكرام، هذا القرار وهذا التقارب الصيني الروسي كيقوي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي للمملكة المغربية، بل سوف ينهي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بأقوى العبارات، وهو مكسب اقتصادي ودبلوماسي مع قوى عظمى مثل هذه الدول، وغادي يجعل توسيع النفوذ في افريقيا واسيا للمملكة المغربية. الجزائر الان كتعرف تراجع على الساحة سواء الافريقية او الدولية، ضعف القدرة على الضغط داخل مجلس الامن. إذا كانوا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الآن يدعمون المملكة المغربية ويعترفون بمغربية الصحراء، إذن صوت الجزائر وهذه الميليشيات ما بقاش مهم، غير موجود، لأنهم ليس هناك داعم رئيسي لهذا الصوت. إذن مشاهدينا الكرام، في الأيام القادمة الصين وروسيا ماشي ضروري يعلنوا رسميا، لكن غادي يستمروا في دعم المغرب بشكل ذكي. ما نساوش أن رغم كل شيء راه عندهم مصالح مع الجزائر، والبوليساريو ممكن تحاول تتقرب من موسكو وبكين، ولكن بلا نتيجة، لأن مثل هذه الدول لن تسمح بتقارب كيفما كان مع مثل هذه الميليشيات. دعمهم الغير المباشر سابقا أو الحياد سابقا مع هذه الميليشيات كان بفعل مصالح مع الجزائر فقط، ليس رغبة في التقارب أو التعامل مع هذه الميليشيات. الجزائر مشاهدينا الكرام غادي تحاول تعرقل استثمارات صينية وروسية في المغرب، لكن هادشي ما يكونش عنده تأثير بسبب التحرك الذكي للمملكة المغربية. ختاما، المغرب ماشي غير ربح الاعتراف الأمريكي ولا الأوروبي، دابا كيربح حتى الصيني والروسي، وهادشي ماشي صدفة، بل نتيجة ديال الدبلوماسية الهادئة والذكية والفعالة ديال المملكة المغربية وديال الرؤية الملكية. العالم تبدل والمغرب عارف كيفاش يلعب في الميدان الآن. مقترح الحكم الذاتي اليوم ما بقاش مجرد فكرة، راه ولا واقع كيدعموه الكبار، وخصوم المغرب كيتفرجوا في صمت. احنا غادي ننتظروا التعاليق والآراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع. تلقاو فيديو جديد، إلى اللقاء.